السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وفي خير دايما يا رب. اللهم اشفي كل مريض وارحم كل ميت، اللهم ارزق كل مشتاق الذرية الصالحة، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم بارك في اولادنا واصلح حالهم ويهدي بالنا كل حاجة حلوة يا رب تكون ما بين ايدينا، اللهم امين يا رب العالمين. هنصلي على النبي كده وتثبتي وجودك بالصلاة على النبي، ولو أول مرة بتشوفي القناة تشتركي في القناة وفعلي الجرس واعملي الكل عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. ولو عجبك الفيديو بالله عليكي ما تبخلي عليا باللايك، اللايك طبعا بيشجعني وبيحمسني ان انا اعمل فيديوهات احسن واحسن باذن الله. زي ما انتوا شفتوا معانا كده، اللهم صل على النبي، معانا روتين يعني من الاخر كده جامد. اللهم صل على النبي كده، معايا كمية او اللهم بارك، دي اول طلبية من الفراخ بتاعتي. اللهم صل على النبي. هو انا كنت بادئه الفيديو ده قبل المغرب بنص ساعة يا جماعة، والله العظيم يعني قبل المغرب بنص ساعة بدأت ان انا اوزن في الفراخ واظبط حالي كده. هي كانت ما شاء الله اللهم بارك كمية اكتر، بس انا عملت نصها، قلت يعني علشان الوقت متأخر وكده عشان ما تعبش ووجع على نفسي وكده. لا انا هعمل نص الكمية ونصها بإذن الله في وقت تاني او بكرة. اللهم صل على النبي كده. بدأت ان انا جبت حوالي 11 فرخة، انا بدأت اوزن كده، هي اوزان معينة. الاوردر ده او الكمية بتاعت المطلوبة ديت ليها اوزان معينة، فانا بدأت جبت الميزانة كده وقعدت اوزن الطلبية بتاعتي، وعلى ما المية سخنت على النار وكده وذبحت طبعا. بتذبحي اللهم صل على النبي، بذبح لوحدي. بتمسكي رابط الفرخة او بتحطها تحت رجليكي. انا ذبحت المرة دي في ايديا، علشان لما بحط تحت رجلي الفرخة بتكون قوتها بتكسر الجناح، فانا عايزة الجناح يكون سليم وكل حاجة سليمة. اللهم بارك كده. فبدأت ان انا امسك بايديا، وجبت الحلة هنا كانت فيها مية سخنة، وبدأت ان انا اصمت الفراخ بتاعتي واريش كده. اللهم بارك. كنت تحت خالص في البيت من تحت خالص. اللهم صل على النبي. طبعا اللهم بارك، الفراخ بتاعتي كانت عمر 35 يوم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كانت في اوزان 3 كيلو، بس طبعا الطلبية بتاعتي مش عايزة 3 كيلو، يعني علشان من المطعم وكده، فلها اوزان معينة. 2 كيلو، 2 وشوية، يعني 2 ونص، يعني اقل من النص، يعني 2 ومتين جرام وكده. ده اكتر حاجة. اللهم بارك. بدأت كده ان انا جبت حوالي، قعدت اوزن وكده، فلقيتهم اللهم صل على النبي كده 11 فرخة، فقلت كفاية قوي كده النهاردة. وكمان انا كنت تعبانة يعني، ما كانش في دماغي خالص ان انا هذبح. فقمت توكلت على الله كده وقمت ذبحت الفراخ بتاعتي، وكان معايا المساعد الرسمي بتاعي، ربنا يبارك له يا رب، ابني. وما شاء الله كان بيمرمط في الفراخ كده. آه فبدأت ان انا اريش الفراخ بتاعتي كده، ببدأ بسمي الله كده، وبتبدأي علشان تنجزي في الوقت بسرعة والفرخة تنجز معاكي بسرعة، فبتبدأي ان انت تحوشي الجناحات، تريشي الجناحات الاول كده. فبيتفضل معاكي البطن والصدر من ورا، الظهر من ورا، يعني البطن من قدام والصدر من ورا. ففي لحظة بيكون الفرخة او البطة انتهت معاكي. وطبعا اللي دماغها كنت بشيلها وبرميها للقطط كده، كانت بتاكل حواليا. انا كنت تحت في البيت من تحت، يعني ايه، في الدوار من تحت، والقطط كانت ما شاء الله اللهم بارك كتيرة جدا حواليا. بدأت ان انا ريشت الفراخ وفتحتها، وطلعت اللي في بطنها المصارين والفشة والدنيا دي كلها، وغسلتها كويس مرة واتنين وتلاتة، ودي تالت مرة دي كانت تالت مرة تقريبا. هشطفها برضو كويس كده، وبعد كده هحطها في محلول. يعني انا بدأت ان انا اغسل برضو واسيب الرقبة، سبت الرقبة فيها والجناحات فيها. اللهم صل على النبي. يا دوبك اكتر من ان انا بطلع البطن وبقطع الحاجات كده اللي هي الزواد من تحت وكده. اللهم صل على النبي. وبدأت ان انا اغسلها كويس، وبعد كده اعملها في محلول. المحلول ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ليمون وخل ودقيق، ليمون وخل ودقيق وملح. اللهم صل على النبي. كنت خلصت هنا بعد العشاء، يعني نضفت وريشت والدنيا ديت بعد العشاء. يا دوبك انا ريشت ولقيت اخويا جه. كنا طبعا المغرب، بعد المغرب يعني المغرب بالظبط، فانا ما كنتش عامله حسابي في الاكل خالص، يعني كنا عندنا سمك في الغدا وخلاص بقى، حمدنا ربنا على كده. هنعمل اي حاجه للعشاء اللي هو ايه، بطاطس بيضه مش عارفه ايه وكده. فانا قلت ايه، لا امي طبعا قلب الام قالت لي ايه، هاتي فرخه نسويها. فقمت
قامت واخدة فرخة مسوياها واتعشينا بيها. اللهم صل على النبي. كده اتفضل معانا 10 فراخ. صليت على النبي، كده معانا 10 فراخ. طبعا هي علشان بقى هطلع من الفريزر، لا لسه هتفك، لا مش عارفه ايه، فخدت دي صبحه واستوت الحمد لله. خلاص كده قضينا يومنا. نقحت الفراخ بتاعت ديت، اللهم صل على النبي، خدت ليل كامل في المحلول ده. وفي ميه ساقعه، حطيت ميه ساقعه جامد، كنت حاطه ميه في الفريزر وكده، سقعت خالص والجو برد اصلا. هي خدت تقريبا حوالي من الساعة 9 كده لحد الساعة 6 الصبح، خدت 8 9 ساعات كده. فخلاص كده غسلتهم كويس كده الصبح من الساعة 5:30 صحيت يعني وغسلتهم كويس وسبتهم يتصفوا كده كويس. وهنا كان كرومبا بقى، هنبدأ يوم جديد. اللهم صل على النبي. هنا بقى هبتدي ان انا اغلفهم واقسم الدنيا كده. هنا جبت طبقين، حطيت في طبق اللي هو القنص، وطبقين حطيتهم كبد. اللهم بارك كده. مع الفراخ بقى هغلفها، احط في كل فرخة في طبق، يعني احط كل فرخة في طبق وكده، واغلفهم واحطهم في الفريزر علشان يجمدوا، علشان هم دول مسافرين. صليتوا على الحبيب، مسافرين لمطعم وكده. المطعم ده مطعم لأهالي بورسعيد، واللي منوريني دايما ومشرفيني، ربنا يسعد أيامكم يا رب. أهالي بورسعيد، المطعم ده في بورسعيد في بورفؤاد يا جماعة. في مش عارفة فين بالظبط في بورفؤاد. هو في شارع محمد علي تقريبا، عمارة 2 أو برج 22، أمام ماركت رضوان، أمام ماركت رضوان، أمام السوبر ماركت بتاع رضوان. طبعا كل أهل بورسعيد، فراخ بيتي وزي الفل. كل حاجة طبعا، انتوا لو متابعين الشيف اسماعيل على قناته على اليوتيوب هتشوفوا كل الشغل بمستوى نضيف جدا، وحاجة ما شاء الله اللهم بارك، حاجة زي الفل. هنا الفراخ بتاعتي اتنقعت واتظبطت وبقت زي الفل. هبتدي هنا اغلفها كلها، وهبتدي ان انا اكتفها. انا بصراحة مش بحب اكتف الفرخة، او بمعنى ما بعرفش اكتف الفرخة. خلاص كده غلفتهم، اللهم صل على النبي، كده 10 غير الكمية اللي هتندبح. هي حاليا اندبحت. الكلام ده كان يوم، اللهم صل على النبي، اول ما بدأت اذبح كان يوم الخميس، ده كان يوم الجمعة اللي هو اللهم صل على النبي يوم الجمعة، والنهاردة السبت. هبتدي ان شاء الله هكمل الكمية التانية، بس مش هصورها بقى. اللهم صل على الحبيب. خلاص بقى كده غلفناهم وظبطنا الدنيا كده. حطينا بقى هنعمل ايه؟ كبدة. بصراحة خدت الكبد ديت عملتها، سلقتها لستي وكده، عملتها يعني حاجة بسيطة كده تفطر بيها. اللهم بارك. حطيت هنا، قطعت طماطمايه عليهم فلفل وورق لورا وبهارات، وهنا شويه يعني ده بتاع الكبده. خلاص كده وحطيتها على جنب، وحطيت بصله وتومه والدنيا دي وسبتها تتشوح، وزودتها ميه وبقت شوربه. هنعمل هنا تقليه المحشي، ركزي معايا. هنا سلقنا الكرنبه. هنا بقى عملنا التقليه بتاعه المحشي، اللي عباره عن معلقه سمنه ومعلقتين من الزيت وبصلتين كبار مبشورين ومعلقه توم كده مطحونه او مدقوقه وكده. ونزلنا بالطماطم بتاعتنا. المفروض الفلفل ده كان اتشوح مع البصله، بس كنت ناسياه خالص، بس عادي مش مشكله، المهم انها اتحطت. حطينا الملح والبهارات بتاعتنا، ورق اللورة، وظبطنا دنيتنا كده. وهنسيب المحشي بتاعنا يتسبك، التقليه بتاعتنا تتسبك، على ما انا سلقت الكرنبة وقطعتها. صليت على الحبيب، بالله عليك ما تبخل عليها باللايك. هنا بقى هنعمل اللحمة بتاعتنا، هنشوحها. اللهم صل على النبي. هنا بقى 7 بهارات وفلفل من اللي هو صحيح، ورق لورا، بديهم صدمة كده بحيث ان هم يتحمصوا ويدوا ريحة كده جميلة وريحتهم تطلع. هنا حتتين دهن من اللحمة بتاعتي. اللحمة دي كانت صبحة، يعني ايه، ما كانتش في الفريزر، جايبينها صبحة. بدأت ان انا اشوح اللحمة بتاعتي كده وانزلها. لما شميت ريحة التوابل بدأت انزل باللحمة بتاعتي، قطعتها كويس، القطعة المناسبة بتاعتي، القطعة اللي انت تحبي تقطعيها. هديها تقليبة كده، وهبتدي انزل هنا خدت معلقتين من الصلصة بتاعت المحشي، واحطها على اللحمة بتاعتي. قطعت هنا بصلاية وقرن فلفل، حتة من الفلفل كده، ومعلقة توم. خلاص بقى احط بقى اللهم بارك جوزة الطيب مطحون، ورق لو بتاع
حبهان اسفة جدا مطحون برضو، والسبع بهارات بتاعتنا هديها تشويحة كده واسيبها تتشوح براحتها واغطي عليها. هنا الصلصة بتاعتي استوت، حطيت هنا ده كزبرة وبقدونس وكده وشبت متفرز في الفريزر. حطيت شوية على المحشي وشوية على التتبيلة بتاعت الفراخ اللي هنشويها. هنا كان الرز مغسول ومتصفي، اللهم بارك، ومتصفي. حطيته هنا على التقلية وقلبت الدنيا. هنا ظبط بقى اللي هي الخلطة بتاعت الفراخ، اللي هي عبارة عن بصل وفلفل وثوم وليمون وكده شوية حاجات كده. ضربتهم وحطيتهم كده، وحطيت الفراخ بتاعتي وحطيت البهارات بتاعتي والملح بتاعي ظبطته، وشبت كزبرة برضو من الفريزر كده. وهسيب الفراخ بتاعتي تتبل فيها حوالي بقى الوقت المتاح عندك، ساعة 2 3 زي ما انت هتحبي. هنا اللحمة كانت اتشوحت، ركزي بقى، اللحمة كانت اتشوحت وزودتها مية، وبدأت ان انا اسيبها على النار كده تستوي براحتها. بدأنا هنا الاكل كنت حطيته يتسوى، اللي هو عبارة عن ايه، حشينا المحشي وخلصته وحطيته في الفرن، وحطيت الفراخ جنبه بعد ما المحشي غلى وكده على نار هادية. كان هنا الظهر أذن، على نار هادية بقى ايه الفراخ تتشوى والمحشي بتاعي يتشرب جنبه ويستوي كده براحته. بدأت ان انا اعمل حاجة حلوة، اللي هي ايه، عملت صينية كيكة بحيث ان احنا اخر الاسبوع وكده والفاكهة بدأت تخلص، واعمل صينية كيكة. بدأت هنا ب6 بيضات، اللهم صل على النبي، وكوبايتين الا ربع من السكر، والسكر حسب الرغبة، وفانيليا، واللهم بارك. وبدأت ان انا اضرب بيهم كده، معلقة ونص من اللبن البودرة بحيث ان انا ما عنديش هنا حليب. معلقة ونص من اللبن البودرة، معلقتين من الكاكاو، معلقة محسن جل، اللهم صل على النبي، وكيس بيكنج باودر، اللهم صل على الحبيب. حطيت طبعا فانيليا، ولو عندك معلقة خل هتحطي، بس نسيتها خالص. هبتدي احط كوبايتين من الدقيق، وحطينا كوباية مية. طبعا انت شفت المقادير في الاول، هنقول المقادير بتاعتنا من الاول تاني كده. 6 حبات من البيض، كوباية ونص، كوبايتين الا ربع من السكر، اللهم صل على النبي، وفانيليا. ممكن لو عندك فانيليا سايلة هتحطي حوالي ربع معلقة او نص معلقة وكده، او الفانيليا البودرة كيسين او 3. صلينا على الحبيب. وبدأت هنا حطيت معلقة من محسن الجل، معلقة ونص من اللبن البودرة، ومعلقتين من الكاكاو، ده لو حابة انها بتبقى بالكاكاو، وكوباية مية، وكوباية الا ربع زيت. وهي خلاص خلصت الكيكة بتاعتنا كده، ضربتها وخلصتها وحطها في الفرن على نار هادية على درجة حرارة 130 او 120، على الفرن متولع من قبلها. وطلعت معانا الكيكة بتاعتنا بألف هنا، وتقطعيها بالشكل اللي تحبيه. عايزة تحط عليها صوص شوكولاتة اي حاجة انتي وراحتك، هي احنا استكفينا بها بكده وبألف هنا، حاجة بسيطة وزي الفل. وكده بتكون خلصت معانا بألف هنا يا رب، للي شاف وللي داق. اللهم صل على النبي. كده خلاص بقى شكلها هي، طبعا تقطع القطع اللي انت عايزاها، صغيرة كبيرة مربعات مثلثات اي حاجة. خلاص خلصنا كده من الكيكة، شايفين ما شاء الله مفرغة خالص اهيت. ممكن تسقيها صوص شوكولاتة، ممكن كوباية حليب، وممكن تحطي عليها كده. خلاص المحشي كان خلاص اهوت، اللهم بارك. كنت عاملاه في الحوقي، حطيت عليه شوربة من بتاعة اللحمة بتاعتي وحطيتها في الفرن. والفراخ بتاعتي برضو كانت استوت وبقت ما شاء الله اللهم بارك جميلة جدا. الفراخ اللي متربية في البيت 100 أحسن من 100 بصي، أحسن من بره 100 مرة، ركزي أحسن من بره 100 مرة. ريحتها وطعمها حكاية. دي الفراخ برضو بتاع اللحمة بتاعتي كانت استوت اهيت ما شاء الله اللهم بارك. خلاص بقى كده بتكون خلص أكلنا وروتيننا وحاجاتنا كلها. اللهم صل على النبي. خلاص كده كمية كده خالص. الروتين بتاعي كان بصراحة كان يوم، هو كان حلو عشان حبيبي كان موجود اللي هو اخويا. ربنا يا رب يرزقهم ويبارك فيهم ويديهم الصحة ويطول في عمرهم ويدومهم في حياتنا يا رب، اللهم امين. خلاص الفراخ واللحمة وفي خضار، وكان في مخلل بس حادق يعني، ليمون حادق. ويبقى الف هنا وشفا يا رب. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.